السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله تكونوا بصحة وعافية. في هذا الشرح أنا بشرح للطلاب اللي يعني في كثير طلبوا يعني كيف يسوي هذه النجمة اللي أنا نزلت على الإعلان. بتشوفوها إن شاء الله وبنطبقها مع بعض. يعني قبل ما أبدأ يعني إعلان صغير فقط عن البيكسل اب هذا اللي أنا استخدمه إعلان بيرو. تمام. هذا البيكسل اب بيكون بديل للبيكسل اب الملكي، وبيكون إصدار جديد إن شاء الله بينزل قريبا، وفيه مميزات كثيرة وجبارة وبتعجبكم بإذن الله، وفيه كثير من الملحقات والمشاريع والخطوط بإذن الله تعالى. وانتظروا ان شاء الله بس نخلصه بننزل. هذا الان اللي انا استخدمه قدامكم بهذه الالوان. وما ندولش اكثر وخلونا نبدا في الشرح. عشان نجي نسوي هذه النجمه اللي بمؤثرات الرائعه، لما تشوفوا الان زي هذه النجمه. هذه النجمه كيف نسويها؟ خلونا مع بعض بنشرح كيف نسويها بهذا الشكل. اول كل اللي علينا نبدا نجي لعند حاجه اسمها الاشكال بهذا الشكل، ونجي نحدد على شكل المثلث. ركزوا معي، شكل مثلث، ونجي نختار اللون تدرج، بعدين نختار الالوان. ملاحظة، مش شرط تختاروا زي الألوان حقي، تختاروا لونين اللي تشنتوا يكون جانبي التدرج من اليمين إلى اليسار أو من اليسار إلى اليمين، زي ما بتشوفوا انتوا الآن قدامكم. مثلا أنا أجي أختار لي الألوان مناسبة وهذه الحاجات. مثلا أنا قلت هذا الألوان تمام. مثلا أنا أجي يكون بالجنب أفضل لي، أنا أمشي من الجنب زي ما قلت لكم، من اليمين للشمال أو من الشمال لليمين بهذا الشكل. أوكي. بعد ما نكملنا كده نجي نعمل أوكي، ونجي نسوي له نفسه النسخ، ونجي نعمل له تدوير بهذا الشكل، نعكسها للجهة الأخرى ونخليه يتقابلن بهذا الشكل. وعشان نضمن إن يتقابلن أكثر، شوفوا ركزوا معي، حسينا كبير بيشيل الشاشة، نحاول نصغر شوي بس، بعدين نجي نسوي له نسخ. وقبل ما نسوي له نسخ هذا نجي نسوي له توصيل من اليمين واليسار فقط، ونجي لهذه ونعملها كذا نص بهذا الشكل، ونجي نخليها إيش تتلامس مع المثلث اللي فوقه، وبعدين نجي نعمل توصيل من اليمين واليسار. نجي نقرب، ركزوا معي، معاكم حاجة اسمها تقريب من فوق، وبعدين نضغط على الشاشة عشان ايش نقدر ان احنا نضبط الالتقاء. بعدين نجي نسويه يمين شمال برضو عدو يتلامسين، نعمل توسيط من اليمين شمال. وبعد ما نسويها كذا نجي نركز انه ايش متقابلات بهذا الشكل، نضغط عليه ونجي نعمل كمان يمين شمال لما يتقابلن بهذا الشكل. بعد ما يتقابلن بهذا الشكل نجي نضغط على ايش الطبقات، نجي نسوي لهم دمج بهذا الشكل. بعد ما ندمج نقدر نحن نعمل بهذا الشكل زي ما انتم بتشوفوا الآن، وهذا الشكل. الآن سوينا هذا الشكل الأول. هنقول علينا إيش اللي نسويه، إن إحنا ندورها بهذا الشكل، نخليها مستقيمة، ونحاول إن إحنا نصغرها علشان المساحة، نطولها نعرضها، نشوف إحنا الشكل اللي إحنا الشيء المناسب. بعد ما نسويها كده بهذا الشكل نجي نعمل لها نسخ، ركزوا معايا. ونجي كمان بعد ما نسوي لها نسخ لازم إن إحنا ندورها، هي نفس الشيء يعني إن دورنا ولا كده بيكون نفس الاتجاهات. نجي ناخدها ونحطها واحدة هنا تحت، وزي ما قلنا لكم نقرب عشان نشوف الالتقاء. نقرب، نغلق مكان عدسة ونشوف مكان الالتقاء، نخليهم يلتقين بهذا الشكل. تم تلاقي تمام حلو. الآن اللي علينا نسويه نعمل لهن بهذا الشكل دمج، ونعمل لهن كمان توسيط بهذا الشكل، توسيط بهذا الشكل، ونجي نعمل ايش بهذا الشكل نسخ، ونجي نعمل لهن توسيط من اليمين وتوسيط من فوق وتحت، ونجي نعملن ونجي ندورن بهذا الشكل، نخليهم بالأرض. حتى الآن الخطوات مفهومة. بعد ما نجي نعمل هذه الحاجات نجي نعمل الكامل دمج بهذا الشكل، ونعمل كمان نسخ، ونعمل توسيط يمين شمال، بعدين ندورها بهذا الشكل زي ما انتم بتشوفوا الآن. طلع لنا هذا الشكل واحد بس. إذا كيف يا أستاذ أيمن شوف كيف طلع في الأخير، كيف نحن نغطي الفراغات هذه؟ ركزوا معي، في كثير لما فعلت لهم في حق البيت ولا في حق الشعر الأول بيصير يفعلوا فراغات وخطوط. شوف هذا الشكل تمام. الآن هذا الشكل حلو، الدبان وردة أو كهذا الحبة الثلج اللي تنزل تمام. بس احنا هذا ما نريد، احنا نريد الشعر. كل اللي علينا ايش اللي نسويه بكل بساطة، هذا نحاول نحن ايش نعرضن شوية بهذا الشكل. هذا يحتذف قبل ما نسوي له ايش تعريض بهذا الشكل. شوفوا نحاول نخليه عرض، وبعدين نخليه كمان توسيط يمين شمال بهذا الشكل. بس تقريبا عرضناه قوي، بس احنا نجي نعرضه حاجة بسيطة بس. تمام. بعد ما نعرضه نجي نسوي له نسخ،
النسخ بهذا الشكل، ونجي نعمل تدوير بهذا الشكل بحيث يكون معنا هذا الشكل. كمان نعمل له عشان نتعب توسيط يمين شمال، ونجي لعند هذا نعمل له توسيط يمين شمال عشان يتوسطن بهذا الشكل. بعدين كل اللي علينا ان احنا نسويه دمج، نعيد نفس الخطوات اللي فعلناها قبل قليل. بعدين نسوي له النسخ، توسيط من اليمين والشمال ومن فوق وتحت، ونجي نعملها بهذا الشكل. نلاحظ انه ايش المسافات تغلق، يعني طالب يجي يرسل لي فيها الفراغات، يعني انا ما بعتمدها. ليش؟ لان انا شرحت لكم كيف كان في غلط وكيف غلطنا. وفي ملاحظة هذا الشكل اللي بتشوفوه الان قدامكم، لو جي نركز، شوف لما انا اجي اقرب، ركزوا معي تمام. شوفوا هذا السهم، هذا الراس هذا بيكون من تحت. كيف عرفت؟ شوف هذا وين الالتقاء، هذا وين الالتقاء. عارف ايش؟ انها من تحت، هذه من فوق، هذه من فوق، هذه من تحت. كيف عرفت؟ لو نشوف هنا الالتقاء وهنا الالتقاء. لو نجي نركز، ولو جي نمشي على الكل نلاقي هذه فوق هذه تحت، هذه فوق هذه تحت. كيف تعرف؟ شوف مكان الالتقاءات، شوف نهاية الزوايا، يعني واحدة فوق واحدة تحت، واحدة فوق واحدة تحت، واحدة فوق واحدة تحت، واحدة فوق واحدة تحت، عشان يكون الوضع متناسق. زي ما قلت، ما تشوش فوق تحت تقدروا ان انتم تحاولوا تزقروها تكبروها لما تضبطوها تكون متلامسات. وبس انا افضل ان اشوف كذا. وهذا هو الشرح. كان شرحنا زي ما شفتوا سهل جدا وما فيش اي تعقيدات، واتمنى ان انتم استفدتم. وكمان اذا شفتوا مثلا حاجات عجبتكم وتشي تفعلوا مثلها شيء، قولوا لنا او حطوا اقتراحات واحنا بنشرحها لكم ان شاء الله باذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.